المعدل ما يتبدل. عشاني شاطرة ومعدلة قررت اليوم أعملكم كرات البطاطا. هون أنا سلكت كمية من البطاطا وهرستها. عندي بقسماط، نشا، كمية من الدجاج، فلفل أسود، زنجبيل، هال، بابريكا وكركم. هدوم راح أضيفهم للبطاطا. عندي زيت، جزر، بصل، توم وفلفل أخضر، ذرة، جبنة موزاريلا. نفس كمية البهارات اللي أنا استخدمتها في البطاطا راح أحطها على الدجاج. خلينا نبلش. هون بمكلاية على الغاز راح أضيف كمية من الزيت، راح أتركها تسخن شوي، وبعدها راح أضيف البصل. أنا استخدمت هون حبتين من البصل وحبة من الثوم، سن من الثوم، وكر من الفلفل الحار. راح أدبلهم على الغاز كتير منيح، وبعدها راح أضيف الدجاج. أنا استخدمت هون دجاجة كاملة، سحبتها وفرمتها. في ناس هون بحبوا يستخدموا صدور الدجاج لحالها وهذا اختياري. هون راح أقلبهم كتير منيح لحتى تنشف ميتهم. هسا راح أضيف البهارات اللي أنا ذكرتها بالأول: كركم، هال، زنجبيل، فلفل أسود وملح وبابريكا. راح أقلبهم كتير منيح. بعدها راح أضيف حبتين من الجزر برشتهم على البراشة، وراح أضيف علبة من الذرة، وراح أقلبهم وأتركهم لمدة 5 دقائق. هون اللي ما بتحب تستخدم الجزر فيك تستغني عنه. هون أنا عندي 3 حبات من البطاطا هرستهم كتير منيح. راح أضيف عليهم من 2 ل3 معالق من النشا. راح أضيف ربع معلقة صغيرة من الكركم والبابريكا والزنجبيل والملح. طبعا هنا في ناس ما بيحبوا يضيفوا الزنجبيل، هذا اختياري. أنا بحس إنه البطاطا بلبك معها الزنجبيل. راح أعجنهم كتير منيح لحتى تصير عندي عجينة طرية وناعمة. طبعا هيك راح يكون قوامها ما شاء الله، عجينة بتجنن. راح أبلش هون أحكي عن الحشوة. عندي الحشوة الأولى اللي هي الدجاج، والحشوة الثانية اللي هي جبنة. أنا استخدمت هون مكعبات من الجبنة. فيك تستخدم أي نوع جبنة أنت بتحبيها. أنا خلطت، حطيت جبنة مكعبات مع جبنة موزاريلا. أخذت كمية من البطاطا وحطيت فيها جبنة مربعات وجبنة موزاريلا. راح أعملها على شكل أصابع لحتى أميزها عن كرات البطاطا. هيك بهذا الشكل راح تكون. في ناس بيحبوا يحطوا جبنة سائلة جواها كمان، هذا يعني كل واحد حسب ذوقه. هون بعد ما كملت الكمية كاملة راح أبلش بحشوة الدجاج. هون راح أخذ كمية من البطاطا وراح أعملها على شكل كرة. راح أحط من 1 ل1.5 معلقة من حشوة الدجاج. طبعا لازم يكون الدجاج عندك بارد، ما بزبط تحشي فيه وهو سخن، راح تفتح حبات البطاطا. راح أعملها على شكل كرة بهذا الشكل، هيك لحتى أكمل الكمية كاملة. هيك بعد ما كملت الكمية راح أبلش أعمل خليط التغطيس. عندي هنا بيض وحليب وبقسماط. عندي حبتين من البيض راح أضيف عليهم رشة صغيرة من الفلفل الأسود ورشة صغيرة من الملح، وراح أضيف عليهم ربع كاسة من الحليب السائل. راح أخفقهم كتير منيح وراح أبلش أحط الكريات. إذا ما حبيتي هون تستخدم البقسماط، في ناس بحبوا يعني يحطوا ببيض بعدين طحين، هذا اختياري كمان. أنا راح أخذ هون الحبات، أصابع البطاطا اللي محشية بالجبنة، وراح أخذ كرات الدجاج راح أحطهم في البيض، بعدها راح أحطهم في البقسماط. في ناس كمان هون بحب أحكي إنهم بحبوا يستخدموا كمان الشوفان، بطحنوه وبغطسوه كمان نفس الإشي وبتطلع عن جد كتير زاكية. هون بعد ما كملت الكمية كاملة بهذا الشكل راح أحطها بالثلاجة لمدة نص ساعة. هيك بعد ما طلعتها من الثلاجة راح أبلش أكليها. هون بمكلة على الغاز راح أحط زيت وأتركه لحتى يسخن.
هيك بعد ما سخن الزيت راح أضيف حبات الجبنة والبطاطا. طبعا هون ما لازم تضيفي أكتر من 5 6 حبات حتى ما يفتحوا الحبات، وما كمان لازم تضلك تحركيهم. هيك بعد ما صار لونهم أشقر راح أصفيهم، بعدها راح أقدمهم. طبعا هون أنا قدمتهم مع صلصة الباربيكيو والجبنة السائلة والكاتشب. هون راح أفتح حبة لحتى تشوفوها من جوا. طبعا الطعم ما راح أحكي لكم عنه، عن جد طلع طعم خرافي، لازم تجربوها. أنا لأني بحب هاي الوصفة حبيت أشارككم إياها. وهاي حبة من الجبنة بجد طلعت بتشهي. كانت معكم ابتهال الطوباسي. إذا عجبتكم الوصفة لا تنسوني من اللايك والاشتراك بالصفحة وتفعيل زر الجرس والدعاء لأهلنا بغزة، والسلام.